ابو طلال، الشيء بالشيء يذكر بالنسبه لهذا التنوع بالنسبه للدعم. يعني انا اتصور ان يعني التجربه السعوديه ودخول صندوق الاستثمار بدعم الانديه بالملاءه الماليه اللي موجوده، هذه تنعكس ايضا او سبقتها التجربه الانجليزيه. في السابق يمكن كانت الانديه متفاوته، الى الان باسبانيا موجود، يعني الدوري الاسباني ريال مدريد مثلا، برشلونه نقل التلفزيون ياخذون 130 مليون كل موسم، اتلتيكو 120، الباقي 60 40. الدوري الانجليزي قال لا، بدايه الموسم الكل 140 مليون. فبالتالي قاعدين نشوف نجوم يستقطبهم استون فيلا، نجوم يستقطبهم مثلا الانديه الوسط مثلا، ايا كان. فبالتالي هذا منعكس على الدوري السعودي الحين. المنافسه قبل يمكن كان الدفع موجود والقيمه الماليه موجوده والدعم المادي موجود في نادي الهلال، صحيح، والمنافسه تاتي من بعد الهلال. الان لا، صحيح، المنافسه موجوده وكل فريق عنده طموح وعنده اهداف ابعد وبطوله مختلفه، فبالتالي الانديه السعوديه متوغله في البطولات الخارجيه. صحيح، هذا يثبت لك شيء ان الماده هي الاساس في عمليه الدعم، ودائما ابطال البطولات دائما الفريق الاكثر دعما. يعني بغض النظر عن جماهيريه الفرق، لكن هذه الجماهيريه او كثره الجمهور حوالي الهلال، الاتحاد، النصر، جت عبر السنين لان قاعد تاخذ بطولات، لان كان في دعم كبير من يعني داعمين ومن رؤساء انديه. بينما بعض الانديه اللي تشوفها يعني ممكن ان تنافس على بطولات وكان دعمها نوعا ما محدود، ما تشوف الجماهيريه يعني اكثر، مثل الشباب والقادسيه والاتفاق. انا اعتقد ان عمليه الدعم يجب ان تكون يعني بالتساوي، مثل ما تفضلت بالدوري الانجليزي. بينما بالدوري السعودي ترى الدعم قاعد يروح لاربع او خمس فرق فقط من صندوق الاستثمار، سواء او حتى من ارامكو بالنسبه لفريق القادسيه. انا اعتقد لو كان الدعم بنفس يعني بنفس الحجم لكل الانديه السعوديه، راح نشوف ايضا دوري سعودي اقوى من اللي قاعد نشوفه الحين. الان شفنا اربع خمس فرق قاعد تدعم، شفنا القادسيه اليوم في النهائي ثالث الدوري القادسيه، بينما الهلال، الاتحاد، النصر، الشباب، الاهلي هم المتفوقين. شيء ثاني ان ايضا يعني يدللك على عمليه الدعم والدعم الكبير، الدعم اللي حصل الاهلي والاتحاد في الموسمين السابقين. الاهلي جاي من ترى قبل سنتين كان بالدرجه الثانيه، جاي اخذ بطوله اسيا. كذلك الاتحاد قبل موسمين كان القادسيه العام كان بالصاعد. القادسيه صاعد، شوف وين وصل. لا انا بتكلم عن اللي خذوا البطولات. اليوم خذ الاهلي والاتحاد. الاتحاد قبل سنتين كان منافس على الهبوط، وبالتالي الان بطل الدوري بطل الكاس. لو ما في دعم يمكن العوده هذه يبي لها 6 إلى 7 مواسم. طبعا تحتاج يعني سنوات، لكن اذا كان الدعم متواجد بحجم كبير، انا اعتقد هذا كله راح بالنهايه راح يثري الملاعب السعوديه وراح تشوف دوري قوي جدا. انا اتمنى الان يعني عندنا في نموذج جديد جاي الموسم القادم اللي هو نادي نيوم، وفي دعم كبير من هيئه الاستثمار او صندوق الاستثمار. دعم كبير في اسماء كبيره عالميه وسعوديه تتجه الى هذا النادي ليخلقوا كيان جديد في منطقه معينه، صحيح، لدعم حتى المشاريع السياحيه والتنمويه. بالضبط. هذا الدعم راح يخلق لك فريق كبير. راح نشوف نيوم، انتظروا خلال السنتين راح تشوفوا منافس قوي على البطولات وعلى البطولات يمكن حتى القاريه. يعني الموسم الجاي نيومي؟ انا لا، معي على حسب اللي خليك من المؤسسين. لا الحين نصراوي، بس اذا صراوا لعب النصر يصير نيومي وياه.